نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وجسدا على البلاء صابرا. اللهم حببنا في بعضنا وانزع الغل والحقد والحسد من قلوبنا. اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين. اللهم اعل بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم شفع فينا القرآن وشفع فينا الصيام وشفع فينا حبيبك محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم ارحم فقيدنا. اللهم اسكنه فسيح جناتك. اللهم ان كان محسنا فزد في احسانه وتجاوز عن سيئاته. امين يا رب العالمين. ونحن في هذه الليلة القرآنية العاطرة نشارك فيها اعظام عائلات ابو عطية الاخرسي واعظام عائلات ابو عامر الاخرسي وابو سلامة وابو شحاتة النبتيتي وابو مصطفى في فقيدهم الراحل المرحوم الحاج عبد اللطيف احمد عطية رحمه الله رحمة واسعة. ويطيب لنا اللقاء ويسعد المساء مع ذلكم العالم القرآني الإذاعي الشهير فخر قراء جمهورية مصر العربية. تميز بجمال صوته وروعة آدائه احكاما وتلاوة وتجويدا. جعل له مدرسة فريدة من نوعها فضيلة القارئ الشيخ عبد الهادي عرفات ابو النجاح قارئ مصر والعالم الاسلامي وعظ النقابة العامة للقراء والقارئ بالقنوات الفضائية والمقيم بقرية النيل بحر البقر. لنا معه لقاء الآن ليمتع القلوب والأرواح. اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. إنا سخرنا الجبال معه إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب
وهل أتاك نبأ الخصم وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل وهل أتاك نبأ الخصم وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط.
واهدنا إلى سواء الصراط إن ولي نعجة واحدة فقال أنفرنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له
وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. صدق الله العظيم. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا
أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات والجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق ردوها
جسدا ثم قال رب اغفر لي فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل
والشياطين كل والشياطين كل وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد غير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب صدق الله العظيم. يا من يدعي الفهم إلى كم يا أخي الوهم تعد الذنب والذنب أما دان لك العيب أما أنذرك الشيء وما في نصحه ريب لذا أوصيك يا صاح فطوبى لكم فتى نراه بآداب محمد ودينه يهتم أبدع كعادتي على عرش التلاوة ذلكم العالم القرآني الإذاعي الشهير فخر قراء جمهورية مصر العربية وقارئ مصر والعالم الإسلامي تميز بجمال صوته وروعة أدائه أحكاما وتلاوة وتجويدا فضيلة القارئ الشيخ عبد الهادي عرفات أبو النجا قارئ مصر والعالم الإسلامي والقارئ بالقنوات الفضائية والمقيم بقرية بحر البقر عموم عائلات أبو عطية الأخرسي وعموم عائلات أبو عامر الأخرسي وأبو سلامة وأبو شحات النبتيتي وأبو مصطفى يتقدمون بخالص الشكر والتقدير والعرفان لكل من وقف بجانبهم وشاركهم الأعزاء في فقيده المرحوم الحاج عبد اللطيف أحمد عطية رحمه الله رحمة واسعة. كبرى الشركات العالمية للصوتيات إدارة أولاد أبو عسكر إدارة الشيخ حسن إبراهيم عسكر المقيم بمشهد راغب. واجب الضيافة والخدمات الفندقية المتميزة مجموعة البوفيهات جنرال البوفيهات المتر شوقي عبد الرحيم المقيم بمشهد خليل البلد. شاكرين وحدوية التصوير والبث المباشر وحدة فيديو الأستاذ أسامة عرفات أبو النجا المقيم بقرية النيم بحر البقر. كبرى مخازن الفراشة والإنارة الحديثة ومحطات الديزل الكبرى إدارة الحاج رشاد أبو زيد أبو استحمد المقيم بالملكيين البحرية. وكان معكم حكم دار الإعلاميين الشيخ صلاح أحمد هلال إمام وخطيب بأوقاف الحسينية والمقيم بقرية النيم بحر البقر. وشكر الله سعيكم جميعا.